تطورات حاسمة شهدتها قضية محمد الشيبي وحسين الشحات. أفادت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح مدينة نصر اتخذت قرارا جديدا في قضية اعتداء اللاعب المصري حسين الشحات على الدولي المغربي محمد الشيبي خلال المباراة التي جمعت سابقا بين الأهلي المصري وبيراميدز. ووفقا لذات المصادر فإن المحكمة قررت حجز الملف لجلسة 30 ماي للنطق بالحكم في القضية. هذا وشهدت الجلسة الماضية مطالبة دفاع المتهم حسين الشحات باستدعاء مجموعة من الشهود سواء من فريق بيراميدز أو الأهلي، وذلك لسماع شهادتهم بشأن ما جرى. للإشارة فإن المدافع المغربي رفض التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد الدولي المصري رغم الضغوطات التي تعرض لها طيلة الأشهر الماضية.